بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهارده مكرونه بشاميل زي ما انتوا شفتوا كده، شكلها رهيب. بصوا شايفين، هي بتبقى حلوه من احب الاكلات في شهر رمضان. بتبقى المكرونه، يعني مكرونه وجلاش والحاجات الخفيفه دي. الولاد بيحبوها. الاول بصوا هنحمر البصل، او مش هنحمره، يعني هنديله بس ايه، هنصفره كده زي ما انتوا شايفين كده. بحب احط فيها حبة توم كده صغيرين مهروسين. انا ده التوم طبعا اللي انا مفرزاه. ماشي اهو. هي تبدأ تصفري كده، واروح حاطه فيها حتة التوم الصغيرة دي. ولو ما فيش اللي هو اللي انا فرماه دون، ببقى بقطعها كده بالسكينة كده التوم اهو. اهو خلصنا اهي البصلة، وبوريكم اللحمة اهي. بضيف عليها اللحمة وبقلبها في بعضيها كده اهو زي ما انتوا شايفين. عارفين ده ايه؟ دي طماطمايه انا بشرتها كده وحطيت عليها حبة بابريكا، بتديها طعم جميل، بتديها طعم حلو جدا. الطماطم لما تحط عليها طماطمايه كده بتبقى حلوه، طعمها حلو، والبابريكا بيديها طعم. بصوا، ودي وملح وتوابل لحمه. مفيش توابل لحمه عادي يعني، ما تحطيش، يلا ما تضايقيش نفسك كده، ما تحيريش نفسك اقصد يعني. ماشي. احنا زي ما اتفقنا، المطبخ بساطة، نشتغل بالموجود عندنا وببساطة شديدة جدا خالص. ما تتعبيش نفسك ولا تضايقي نفسك خالص، باللي عندك اشتغلي بيه. بصوا انا حطيت حلة والمية غلت اهي. حطيت حلة فيها مية على البوتاجاز والمية غلت. هضيف فيها المكرونة، وحطيت عليها حبة ملح كده عشان نملحها. اي حاجة بتعمليها لازم تتملح عشان يبقى طعم الاكل حلو. مفيش حاجة تبقى مفيش حاجة تبقى عادمة في الاكل. هنعمل البشاميل اللي في الطاسة الحلوة بتاعتنا دي، اللي انتوا عارفينها طبعا. بصوا شايفين اهو. في الحتة دي حصلت حتة كارثة، وقع الدقيق من ايديا وبهدل الدنيا خالص. بصوا، انا ضفت الدقيق على المادة الدهنية. حطي مادة دهنية كويسة خالص وانتي بتعملي. بصي، بعد ما قلبت البشاميل، انا ما كنتش عايزة ان هو يدي حتى احمرار خالص، بس اللي حصل دون خلاني ما انتبهش اهو. شايفين؟ بضيف الشوربة شوية شوية اهو، حبة حبة، عشان ما يكتلش معاكي البشاميل، ما يكتلش معاكي. بصي شكله منظره عامل ازاي، كأنك بتعملي كيكة بالظبط، ما شاء الله، ما فيش اي تكتلات. وعشان انا بحب ميكس الشوربة مع اللبن، فغليت اللبن اللي جيته قطع. فاعمل ايه؟ هحير نفسي؟ لا طبعا، حطيت القشطه اللي انا كنت محوشاها في الفريزر، بس طلعت روعه 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 جدا والله. كان الطعم متغير خالص وطعم لذيذ جدا. بصوا الحته دي انا حطيت الملح والفلفل، وحطيت حبه خل. الخل برضو بيخلي طعمها حلو جدا اهو. معلش بقى عشان الحته دي متصوره البخار بتاع الحله. بصوا انا صفيت المكرونه اهي، وهحط على البشاميل البيضتين دول، وتبلتهم برضو بالملح والفلفل، وهضيفهم على البشاميل وهقلبهم في البشاميل. دي بتخلي طعم البشاميل برضو حلو، وبيتدي احمرار حلو لوش الصينيه. بص، انا دهنت الصينيه من تحت، مرضيش احط زيت، انا حطيت سمنه من تحت عشان ما تمسكش، ما يبقاش البشاميل اللي ماسك من تحت، او المكرونه تمسك من تحت. بصوا مبدئيا كده انا بحط في الاول كده ايه، حبه بشاميل كده في قاع الصينيه كده، بحط حبه بشاميل. اخدت بالكم من الحته دي؟ المكرونه ايه كانت هتنزل كلها اهي. اهو بصوا،
عارفين المكرونة اللي بتبقى غرقانة في الصوص دي بتبقى رهيبة رهيبة. انا بحب المكرونة اللي بتبقى غرقانة كده في الصوص بتاعها كده. ما بحبش المكرونة الناشفة، اللي بتبقى غرقانة في الصوص دي بتبقى رهيبة. اهم حاجة تستوي حلو في الفرن. اهو زي ما انتوا شايفين اهو، حطينا حطينا الجزء اللي من فوق، اللي من تحت المكرونة، وبعد كده ضفنا اللحمة اللي احنا عاملينها اهي. اهو زي ما انتوا شايفين اهو، شوية بشوية كده. وبضيف بعد كده المكرونة، باقي المكرونة اهو. ضفنا باقي المكرونة اهو على الوش اهو. اهو زي ما انتوا شايفين اهو، ضفنا بقية المكرونة على الصينية، فردنا. اهم حاجة الحتة اللي تحت دي ما تسيبيش فيها فراغات، عشان هتضيفي عليها لحمة اللي من تحت، لكن اللي من فوق عادي كده كده هنضيف عليها البشاميل اللي من فوق اهو. حتى لو فيها فراغات زي كده مش اشكال. اهو هنجيب البشاميل ونضيفه اهو. شايفين منظر عامل ازاي؟ كأنك بتصب كيكة، والله كأنك بتحطي كيكة على الصينية، مش بشاميل. ما شاء الله، صلوا على النبي حبايبي. اهو حطينا البشاميل على وش الصينية اهي. ما شاء الله، صلاة النبي اهي. ندخلها الفرن بقى اهو. طلعت بقى من الفرن ما شاء الله. صلوا على النبي حبايبي، صلوا على النبي. حطوا لايك للفيديو واعملوا اشتراك في القناة. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب العالمين، ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. يلا حبايبي، اوعي تنسوا اللايك. اعملوا شير لكل حبايبكم واصحابكم. يلا حبايبي، سلام عليكم.